سمي بالله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهاتي حله حطي فيها بصلايه متقطعه مكعبات، وحطي على البصل دوت شويه من الزيت ورشه من الملح، ونرفع البصل دوت على النار ونبدا نشوح البصل. فاثناء ما البصل هو على النار بنشوحه بنجيب المشروم بتاعنا، والمشروم بتاعنا بيكون صابح وطازه، بلاش المشروم المعلب. في الوصفه بتاعتنا الافضل لينا المشروم الطازه. بناخد المشروم وبنغسله كويس جدا ونجففه بمناديل المطبخ، ونبدا نقطعه زي ما انت عايزه، مكعبات شرايح اللي تحبيه. قطعي المشروم وانتي جايه تشتغلي، ما تقطعيهوش وتسيبيه وتركنيه، عشان المشروم من الحاجات اللي فيها حديد وبتسود. هنرجع للبصل نلاقيه ابتدى يدبل معانا وريحته طلعت كده وجميل. بجيب معلقه من الثوم المفروم، المعلقه دي حوالي 3 فصوص ثوم، واحطها على البصل واشوح الاتنين مع بعض. هتشمي ريحه تحفه. اهم حاجه ان البصل بتاعك يكون دبل شويه قبل مرحله الثوم. ونشوح بقى الكلام دوت مع بعضيه، واحنا بنشوحه نجيب بقى المشروم اللي قطعناه، عشان ما نسيبهوش في الهواء كتير زي ما قلنا، علشان ما يغمقش ويسود ويطلع الحديد بتاعه عليه. نشوح بقى في المشروم مع البصل والثوم، بتشم ريحه تحفه. كل ده واحنا لسه ما حطيناش اي توابل، واحنا زي ما قلنا قبل كده ما بنعتمدش على التوابل كتير، احنا بنعتمد على طعم الخضار نفسه. فاحنا هنا الريحه اللي طالعه معانا ريحه البصل والثوم والمشروم، تفاعل كده مع بعضه ويجنن. هنفضل نشوح لحد لما لون المشروم معانا يتغير كده ويدخل في سكه التحميره ديت. انا مش عايزه اغمق قوي عشان مش عايزه الشوربه بتاعتي تبقى غامقه. بجيب معلقه ونص من الدقيق وبنزل بيهم على الخلطه ديت، وابتدي بقى اقلب في الدقيق مع المشروم والبصل والثوم، ومكعب بقى من المرق، وقلبي كده وشمي ريحه جنان. عايزه الشوربه بتاعتك تبقى غامقه فتقدري تغمقي في المرحله الاولانيه بتاعتك، بس انا زي ما بقولك ما بحبش الشوربه بتاعتي تبقى غامقه. وبنزل بعد كده بميه مغليه على الخلطه اللي احنا عاملينها ديت، ونسيبها بقى كده مع بعضيها تغلي. ويا سلام لو كوبايه لبن على الخليط دوت، هتلاقي الدنيا حلوه جدا، واللون كمان بتاع الشوربه بقى فاتح قوي، والشوربه بتاعتك بقت ناجحه جدا. هنحط بقى وهي سايبينها تغلي مع بعضها كده شويه من الفلفل الاسمر. يبقى توابلنا للشوربه بتاعتنا، شوربه المشروم النهارده ملح وفلفل اسمر ومكعب مرق، ونقدر نستغنى عن مكعب المرق لو عندك شوربه، فمش هنحط ميه، هنحط ايه، شوربه. تمام كده بقت معايا شوربه مشروم. انا بسيب الشوربه ديت على النار تغلي شويه، لما ابتدي اشوف الفقاقيع كده فانا كده تبقى الشوربه بتاعتي جهزت. عايزه تضربيها بالهاند بلندر عشان مش عايزه تشوفي اثار للمشروم، براحتك. عايزه تسيبي فيها قطع المشروم كده، ده يبقى افضل. قطع المشروم لما بتبقى ظاهره في الشوربه بتبقى احلى. بتحبي تضربيها وما عندكيش هاند بلندر، يبقى في الخلاط، بس لازم الشوربه بتاعتك تبرد عشان الموتور بتاع الخلاط ما يبصش. وهنا الشوربه بتاعتي غلت والريحه بتاعتها تحفه والطعم بقى جنان. نعملها كده على الفطار، سهله وسريعه، من ألذ الشوربات اللي بنعملها هي شوربه المشروم. وده اللون اللي انا قلتلك عليه، لما تتحكمي في لون التحمير بتاع المشروم والبصل، ده هو ده تسويه الشوربه اصلا. لما نعملها لونها فاتح كده وظريف، بتبقى الشوربه معايا فاتحه بعد كده وجميله. لما بنغمق بتبقى الشوربه معايا اغمق، واحنا عارفين ان المشروم من الحاجات اللي بتغمق الدنيا في الاكل، فاحنا عايزين نتحكم فيها قدر الامكان. امشي على نفس الخطوات وهتاخدي احلى شوربه مشروم، سهله وسريعه، طبق يدفي على الفطار. احنا لازم كده طبق الشوربه بيبقى اساسي على الفطار، بيشغل بيه المعده في الاول قبل ما نبدا بقى نهجم على المحاشي والحاجات التانية. زينت كده بعود من الشبت، تقدري تعملي جنبها عيش محمص لو حابه، مش حابه هي كده حلوه قوي. لايك ومتابعه واستنوا الفيديو.